امبارح نزلت صورتي مع مج القهوه بتاعي، مكتوب لي عليه اهداء لذيذ قوي كده من ستاربكس: يومك جميل يا احلى وزيره السعاده ومش عارفه ايه، وبقول للناس ايه مبروك علينا اللونج ويك اند، خميس جمعه سبت اجازه. لقيت الناس لذيذه وصباح الفل صباح النور واجازه سعيده يا وزيره السعاده ومش عارفه ايه، والدنيا كانت لذيذه قوي. فجاه كده يا اخويا على اخر اليوم لقيت نوتيفيكيشنز كتير قوي جايه لي على البوست ده. ايه خير يا جماعه؟ صباح الفل، ده انا منزله بعده 3 4 بوستات، ايه اللي صح على البوست ده؟ دخلت ابص لقيت كل التعليقات بالمنظر دوت، ده اقل حاجه يعني. ايه ده؟ في ايه اللي جرى يعني؟ صباح الخير، ده انا مش اول مره انزل الصوره دي، حتى انا منزلها 4 5 مرات قبل كده في اهداءات لذيذه جات لي منهم يعني. المهم اكتشفت ان في واحده فلسطينيه عايشه في امريكا، وخد لي بالك من عايشه في امريكا دي، عامله عليا فيديو. والله واخده الصوره بتاعتي وعامله فيديو، عماله تشتم وتتشال وتتحط وبتاع، ويلا يا جماعه نطلعها ترند ونسميها وزيره البجاحه. غلبانه يا بنتي، ما تعرفينيش اقسم بالله. لا لو هنتكلم بقى على البجاحه يا بيبي، تعالي اما اكلمك عن بجاحه واحده عايشه في امريكا بتدي ضرايبها للحكومه الامريكيه اللي هي اكبر داعم للكيان الصهيوني سواء بالفلوس او بالسلاح، يعني بشكل غير مباشر هي بتمول قتل اخواتها في غزه. اكلمك عن بجاحه كل قلاضيشك اللي انت بعتاهم دولت علشان يشتموا ويغلطوا، وهم 3/4 عايشين في اوروبا وفي امريكا، او على اقل تقدير عايشين في دول فيها قواعد امريكيه اللي هي برضو بتقتل اخواتك في غزه. قولي لي يا بيبي، هو انت لما بتحبي تشربي فنجان قهوه، برافو انت مقاطعه ستاربكس، ولا تشتري لك هدمه، ولا تجيبي لك حاجه تحطيها في خلقتك، مش بتشتري برضو من اماكن بتدفع ضرائب للحكومه الامريكيه اللي هي برضو اكبر داعم للكيان الصهيوني؟ ولا بتشتري منين؟ ما انت بتشتري يا حبيبتي برضو من اللي بيدفعوا ضرايبهم للحكومه الامريكيه. صباح الفل. مش اولى بيكي برضو يا بيبي ان انت تروحي تهاجمي ولاد بلدك اللي بالملايين عايشين في اوروبا وامريكا واستثماراتهم اللي هم صلي على النبي بالمليارات، وبيدفعوا ضرايبهم لاوروبا وامريكا اكبر دول داعمه للكيان الصهيوني، وبرضو بيقتلوا اخواتك في غزه؟ ولا هي كل الفلوس الضرايب اللي بتدفعوها دي كحك بسكر، انما مج القهوه وازازه البيبسي هم دول اللي عاملين لكم مشاكل؟ حبيبتي انتم مشاركين في قتل اخواتكم في غزه بشكل مباشر، بكل دولار بتدفعوه ضرايب للدول اللي بتمول الكيان الصهيوني، وانتوا عايشين عادي جدا، مقضيينها عادي جدا، وجايين تتكلموا. طب لو هفترض ان حد من اللي كان بيهاجمني دولت عايش في غزه، حبيبي سيب الموبايل السمارت والانترنت اللي شغال عندك اهو بسم الله ما شاء الله، وسيب الجهاد الالكتروني وروح حرر ارضك يا حبيبي، او وجه هجومك للعدو بتاعك الحقيقي. وجه هجومك للكيان الصهيوني او لحماس اللي هي السبب في اللي حصل لكم ده. انما شغل بقى تعليقات الشتيمه والكلام الخايب ده، هو ده اللي افقدكم التعاطف على مدار الايام من 7 اكتوبر. بالمناسبه لو تفتكروا الناس في اول 7 اكتوبر كانت يعني واخداها الحميه جدا، وحملات مقاطعه وتعاطف رهيبه. طبعا ما كنتش معاهم في الفيلم بتاع المقاطعه ده، بس ما علينا. مع الايام ابتديتوا تخسروا التعاطف. ليه؟ علشان انتم مقضيينها كده قله ادب وشتيمه، لكن ما شفناش منكم اي حاجه على الارض حقيقيه. يعني كل اللي شايفينه ان انتوا قاعدين على الانترنت عمالين تشتموا في الناس. وموضوع الاستحقاق الخاطئ اللي عندكم ده عامل لكم مشكله على فكره. انتوا متخيلين ان انتوا محور الكون، لا ده مش حقيقي يا حبيبي. يعني انا واحده من الناس، وهتكلم عن نفسي بس، انا واحده قضيتها الاولى والاخيره بلدها بس. فاي بقى حاجه تعكنن بلدي بقى شمال جنوب شرق غرب اكيد بنشغل بيها، بس في حدود مصلحه بلدي بس. التعاطف الانساني ده اكيد موجود، بس مش مع قضيتك انت بس، لا في قضايا كتير جدا تهمني بشكل شخصي برضو متعاطفه معاها، لكن مش انت بس. بلدي خاضت حرب سنين ضد الارهاب، لا طلعنا صحنا ولا يا جماعه قطعوا عشاننا، ولا ايه ده انتوا مش متعاطفين معانا، ولا حد فيكم وقف حياته عشاننا. وكان عندنا شهداء كل يوم من عسكريين ومدنيين عادي. خلصنا نفسنا وما استنيناش اي تعاطف من حد، ولا اجبرنا حد على حاجه، ولا اعتبرنا نفسنا محور الكون. وانت يا شاطر بدل ما الكونتنت بتاعك كله متوجه على صناع المحتوى المصريين سواء بنات او ولاد، وجايباهم وكل شويه تقولي يلا يا جماعه نطلع دول ترند. ترند ايه يا بنتي؟ تطلعي مين ترند يا بنتي؟ صلي على النبي في قلبك كده واستهدي بالله، وروحي جهدي جهادك الالكتروني ده في حته تانية. ولعلمك مجرد وجودك على الانستجرام بيكسب مارك. مين مارك بقى؟ مارك ده صاحب شركه ميتا، اللي هو انت مجرد ما انت بتسكرولي داون بس ما عملتيش اي محتوى، هو بتعملي كده بس جالك اعلان، انت كسبتي مارك فلوس في جيبه. مارك بيعمل بيها ايه بقى؟ بياخد الفلوس دي ويديها للكيان الصهيوني، ده غير كميه المعلومات الرهيبه اللي بيديها للكيان الصهيوني، اللي انت بتدعمي حرفيا اكبر كيانات بتدعم الكيان الصهيوني.
فاهدوا كده حبايب قلبي وصلوا على النبي في قلبكم كده، وروحوا وجهوا هجومكم في الاتجاه السليم. الاتجاه السليم ده لسه حماس من يومين بس مكسره ناشط فلسطيني اسمه امين العابد، مكسره ايديه ورجليه الاتنين وعامله له جروح قطعيه في راسه علشان هو ضد 7 اكتوبر. فروحوا حبايبي هاجموا اللي تسبب لكم في كل ده. كفايه صياح والله، لان الصياح مش هيحرر الارض. فلو سمحتوا حرروا ارضكم، وبلاش تتكلموا على البجاحه وانتوا بتمولوا اللي بيقتل اخواتكم. بلاش تتكلموا على البجاحه.